ايه اثر الاحداث اللي بتحصل ما بين اسرائيل وايران على العقارات في مصر؟ اول حاجه زياده سعر البترول في العالم كله. لما بيحصل زياده سعر البترول في العالم كله بالتالي بيحصل زياده في الاسعار. لما بيحصل زياده في الاسعار ده ما يسمى بالتضخم. فزياده البترول هتساعد ان يكون في تضخم. تاني حاجه لو ايران قررت ان هي تغلق مضيق هورمز ده اللي بيخرج منه كل الشحنات النفطيه الخليجيه، فبالتالي هيحصل ازمه كبيره جدا جدا في العالم في النفط. فالنفط بدل ما يزيد مثلا زي النهارده 73 دولار للخام برنت، هيوصل ممكن 100 و120 وهكذا. فبالتالي ده هيؤدي الى زياده الاسعار في العالم كله، فهيؤدي الى زياده التضخم بشكل جنوني في العالم كله. النقطه الثانيه، ان ما حصلش واتقفل خليج هومز، فاحنا عارفين دلوقتي ان مضيق باب المندب اللي بيسيطر عليه دلوقتي شويه الحوثي اللي هو ذراع من اذرع ايران. فلو قرر الحوثي انه يرد على اسرائيل، بالتالي مضيق باب المندب هيتأثر تأثير مباشر. فلما هيحصل تأثير مباشر على مضيق باب المندب اللي بيدخل البحر الأحمر ومن عن طريقه بيحصل شغل لقناة السويس، قناة السويس هتتعطل. فلما قناة السويس هتتعطل مفيش هيبقى في دخل دولاري. لو مفيش دخل دولاري فسعر الدولار في مصر هيزيد. فاحنا كده في تضخم عالمي هيحصل بسبب البترول، زيادة سعر النفط، بعد كده زيادة سعر الدولار في مصر. فده تأثيره مباشر جدا جدا على كل المنتجات والبضائع في مصر، فبالتالي العقارات هتزيد. فأنا عايزكم دلوقتي إن انتوا تفكروا في إن حضراتكم تفكروا بشكل جدي جدا إن انت تقدر تستثمر في العقار، وإن انت تقدر انت تمتلك عقار الفترة دي وبسرعة، علشان تقدر تتفادى كل مراحل التضخم اللي احنا هنبقى ممكن داخلين عليها، وبالمشاكل الجيوسياسية اللي موجودة في العالم كله الفترة دي. فدلوقتي حركة الملاحة في قناة السويس هتتأثر، بالتالي حركة التجارة في العالم هتتأثر. زيادة النفط هيعلي سعر المنتجات والبضائع في العالم كله. النقطة الثالثة والمهمة جدا واللي ده تأثيرها علينا، إن إحنا كل حاجة للأسف بتحصل في المنطقة أو في العالم إحنا بنتأثر بيها. فأنت الحق أمن نفسك، أو الحق اعمل تحوطك العقاري بحيث إن أنت تتجنب خالص كل المشاكل اللي ممكن نكون داخلين عليها. لأن كل ما يحصل مشكلة سعر العقار بيزيد، فأنت امتلكت عقار فحفظ القيمة موجود، زائد ان انت هيطلع لك ايجار من العقار ده فدخلك هيزيد. وكل ما يحصل ازمه انت بتقدر ان انت لما بتيجي تجدد العقد مره تانية مع المؤجر بتعلي نسبه الايجار، فبالتالي بيحصل تحوط عندك. احنا دلوقتي في مصر واخدين سكه النزول الفايده البنكيه. محافظ البنك المركزي حسن عبد الله كان بيتكلم في ان احنا عايزين نقلل الفوائد من 6 ل 8% خلال 25. النهارده نزل منهم 3%، ففي اصلا حركه نزول في الفوائد. فبالتالي انت لو هتحط فلوسك في البنك ففي اصلا اتجاه ان الفايده تنزل. لو تحط فلوسك في الذهب فالذهب بورصه يوم فوق ويوم تحت. لو احتجت ان انت تبيع في فتره من الفترات وهو سعره اقل من ما انت اشتريت هتضطر ان انت تبيع. انما العقار بيساعدك تعمل الاثنين، ان انت عندك الاصل تقدر تبيع وتعمله ريسيل وتكسب فيه، وكمان الايجار اللي بيطلع لك من العقار يقدر يغطي كل احتياجاتك، وتقدر ان هو بيزيد بشكل سنوي، وتقدر وانت بتجدد العقد تحط ايجار اعلى، فالرقم نفسه بيزيد اصل وايجار. فالحق اعمل التحوط بتاعك، ونسب الامان بتبقى عاليه جدا جدا في العقارات في مصر. واحنا عندنا ثقافه الامتلاك، وعندنا اكتر من 65% من الشعب شباب، فكله عايز يتجوز وكله عايز يفتح بيزنس وكله عايز ان هو يكبر ويكبر اسرته معاه. شكرا.